السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. معانا أكلة من الأكلات الشتوية الجميلة جدا، الكرنب. دي الخضرة بتاعة الكرنب اللي هي بتكون بقدونس كزبرة وشبت. في ناس بتحط نعناع بس أنا مش بحب النعناع فيه. بس هو بيبقى طعمه حلو. ده الكرنباية لما بتيجي تشتريها تجيبيها كده شكلها حلو كده وماسكة نفسها، وتضغطي عليها تحسيها مليانة من جوه ورق، ما تبقاش مفرغة، وتجيبيها لونها يكون فاتح، ما تجيبيهاش كلها لونها أخضر. أنا كان عندي هنا في ورقتين بس اللي هم بره الخارجيين كان لونهم مخضر شوية. ابتدينا هنا بالسكينة، ماما ابتدت تقطعه لي. بتقطعي الراس اللي في النص دي بالسكينة كده داير ما يدور، وبتبتدي تفكي الورق من بعضه علشان يتسلق. طبعا انا مش بتاعت الكلام ده كله، يعني ماما ربنا يخليها لي ويديها الصحة فكتها لي وسلقتها لي وقطعتها، وهي اللي قامت بالليلة كلها يعني. هنا فكيناه، بتحضري مية مغلية. بصوا سبحان الله، الورق من جوه كله فيه مية سوائل، زرعة كده جميلة جدا. الكرنب زي الكابوتشي بيبقى جواهم كمية سوائل جامدة. مية مغلية فيها ملح وكمون، وبنحط الورق من الناحية اللي تحت اللي فيها العروق التخينة دي. هنا دي كانت القلب بتاع الكرنباية، ماما بتحطها كلها مرة واحدة في الحلة من ناحية العروق من تحت، علشان طبعا الورق بتاعه مش بياخد وقت في التسوية. انتي بتسقطيه وتسيبيه اول ما بيبتدي يطرى كده ثواني، بتروحي شايلاه، يعني ممكن 5 دقايق تحطي الورق وتروحي شايلاه على طول. بنبتدي نقطع بالسكينة الحتة التخينة العروق اللي فوق، وماما بتجمعها كده زي ما انتوا شايفين علشان تقطعها بطريقة سهلة ما تاخدش منها وقت. وبعد كده بتبتدي تفرد الورقة وتفصلها حتت صغيرة على قد ما انتي بتحبي الصبع بتاعك قد ايه. بس هو الحجم ده كان كويس جدا. وهنا بقى بعمل التسبيكة بتاعة المحشي، طبعا بصلاية مفرومة عليها شوية زيت ومعلقتين سمنة بلدي كده حلوين. البصلاية مش بتتحمر بس بيكون لونها ذهبي. ودي طماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية، عليها ملح فلفل أسمر ورق لوري بس. هنا الصلصة اتسبكت. تعرفي ازاي اتسبكت؟ لما تلاقي المادة الدهنية بتاعتك فصلت من الطماطم. ده طبعا الرز غسلته وصفيته، وهحط الصلصة بتاعتي عليه من فوق، وهحط الخضرة بعد ما غسلتها بالخل وتقطعت حتت صغيرة. بالنسبة للتفريز انت تقدري تشيلي الكرنب زي ما انت شايفاه كده بالظبط متقطع وخالص، بتحطيه في طبق فبر او في كيس تلاجة، كيس حفظ التلاجة، وتدخليه الفريزر. ولما تحبي تعمليه بتطلعيه وتروحي حاشياه على طول، تحضري الخلطة بتاعتك وتطلعيه من الفريزر وتستعمليه على طول، بيبقى زيه زي ما يكون طازة بالظبط. طبعا قلبت الخلطة وهبتدي احشي الورق بتاعي. معانا هنا الحلة فيها شوية زيت من تحت، في طبعا ورقتين كانوا خضر كده من بره، انا سلقتهم وقطعتهم وحطيت ورقتين من تحت في القعر. دي الحركة علشان لو انتي قلقانة من الحلة بتاعتك تلدع المحشي من تحت. لكن بصراحة الحلل الجرانيت دي مش قادرة اقول لكم حلوة جدا في التسوية، وحلوة جدا في الرز كمان، فظيعة. لف الورق الكرنب سهلة جدا غير ورق العنب. ورق العنب بيحتاج ان انت تقفليه من بره، لكن ده بيبقى لفة كده مرة واحدة. وبصوا الورقة صغيرة كده في ايدي، تلفيها لفتين تلاقي الصوبع كده صغنون، علشان يبقى شكله حلو في الاكل، ما يبقاش ساندويتش محشي، هو صوبع محشي صغنون، بيبقى شكله حلو قوي في الاكل. بيفتح النفس كده غير الصوابع الكبيرة. طبعا انا كنت رصة الحلة من تحت على اساس تبقى مدورة، رحت لقيت ماما عاملاها بالطول، فعادي جدا. المشكلة مش في الراس، المهم يكون طعمه حلو. طبعا طعمه كان حلو جدا. دي كوباية شوربة وعليها معلقة سمنة بلدي، وحبة ملح وفلفل أسمر صغننين، علشان طبعا بعد الحشو الورق مفهوش بيبقى ملح كافي. وقلبتهم في بعض وحطيتهم من فوق. تقدري تحطي في الخطوة دي معلقة صلصة، لكن أنا كنت التسبيكة بتاعتي كان لونها حلو جدا، فما كانتش محتاجة صلصة تاني.
علشان ما يبقاش غامق. ده كان شكل الأكل بتاعنا بعد ما خلص. طبعًا الكرنب ده ما بينفعش تيجي تغرفيه يعني، تحطّي واحدة والّا 2، ده بتمسكي الحلة كده وتروحي قلباها مرّة واحدة على وشّها، ينزل لِك الطبق بالشكل الجميل ده. وطبعًا حمّرت الفرخة بتاعتي وحطيتها من فوق. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك.